يلا نعمل مع بعض برجر الخضار. وصفة سهلة واقتصادية وطعمها تجنن. انا جبت بطاطستين كبار. سلقتهم بس ما هرتهمش قوي، يعني ما خليتهمش ناعمين قوي. وكان عندي كوستين، 2 كوسة يعني بشرتهم، وبصلاية صغيرة مبشورة، جزراية مبشورة، بصلاية خضرة بالعيدان، فلفل الوان او فلفل اخضر، خدت عود بقدونس، ممكن تحطوا كزبرة لو حابين او شبت. التوابل ملح وفلفل بهارات 7 وشوية كركم. بشوح الخضار كله على النار عشان ما يبقاش فيه ميه. بكون هرست البطاطس، انا عايزه الحاجات كلها ما تبقاش ناعمه قوي، انا عايزاها تبقى فيها قطع كده واضحه، واحنا بناكل بتبقى طعمها اجمل بكتير. قلبت الخضار مع البطاطس المهروسه، قلبتهم مع بعض وحطيت التوابل، وهضيف لهم بضاية عليها رشة فلفل أسمر. لحد كده في ايديكوا الخليط حسيتوا ان هو طري بزيادة، هتضيفوله 3 معالق من البقسماط. انا ضفتها بس ما جاتش في التصوير. فبتضيفوا 3 معالق من البقسماط، وبتحطوها في التلاجة شوية لحد الخليط بتاعكم ما يبقى ماسك نفسه عشان تقدروا تشكلوه بسهولة. حطيت شوية بقسماط، فردت كيس بلاستيك وحطيت عليه شوية بقسماط، وبدأت أشكله على شكل البرجر. طبعا انتوا ممكن تشكلوه أي شكل مختلف انتوا حابينه، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده على البقسماط. وهرصه في صينية وبعد كده هقليه. طيب أنا عملت كمية كبيرة ومحتاجة ان انا افرزه للسحور، مفيش اي مشكلة، هتفرزوه بينه البلاستيك، ووقت ما تطلعيه تحطيه في بقسماط تاني وتنزليه في الزيت. طيب بالنسبة للقلي، اولا ما بياخدش زيت خالص، ويفضل ان انت تحطي معلقة زيت واحدة في الطاسة علشان ما يفكش منك وانت بتقليه. ما نقلبهوش كتير، وما نحطش برضو عدد كبير في الطاسة واحنا بنقلي. نستنى لما يتحمر من الوش اللي تحت، ونبدأ نقلبه على الوش التاني. شايفين؟ انا هنا على فكرة الزيت يعتبر كتير، كل ما قللتي الزيت في الطاسة كل ما كان احسن، وما بيشربش زيت نهائي. ده هينفعنا جدا جدا في السحور، ممكن تقدميه كطبق جانبي على الفطار، بيبقى حلو قوي قوي في الساندوتشات، كمان ممكن ينفع في اللانش بوكس بتاع الولاد. بصوا بقى هنا اتحمر، بقى شكله جميل جدا، وبيبقى فيه قرمشة حلوة قوي. انا هنا طلعته اهو، وقدمته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا متأكدة ان هو هيعجبكم جدا جدا جدا، جربوه، وصحتين وهنا على قلوبكم.